بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الشباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوف، ركزوا في الدرس هذا لانه فعلا مهم بزاف. الا كان عندك متجر الكتروني كتحقق مبيعات محترمه، عندك واحد الاستمراريه في البيزنس ديالك، ماشي مبتدئ ولا اللي كتقلب على الوينين برودكت. بهذا المفهوم، الى عندك براند وعندك واحد الاستمراريه في البيزنس ديالك، فغالبا هذا الفيديو هذا غادي يخدم لك بزاف وغادي يخليك انك تضاعف الارباح ديالك. وغادي نقول لك شنو اللي خدام من هنا لقدام، لانه جايين شي حوايج فعلا الا ما كنتيش يعني عارف وغادي مع الابديت اللي كيكونوا في السوق، فغادي ياثر لك هذا الشيء على البيزنس ديالك، وبالتالي غيأثر لك على الارباح ديالك. يلا الشباب، على بركه الله. شوف، بالنسبه من الفيديو يعني باين من العنوان باين كيفاش تزيد الارباح ديالك بنفس الميزانيه الاعلانيه، لانه من خلال التجربه ديالي مع العديد من العملاء يعني ديالي في البراند سكيل سيستم، الطريقه باش كنتعاملوا معاهم، اول حاجه كنديروها لهم هي كندير لهم واحد الاوديت. هذا الاوديت هذا كنحلوا الارقام ديالهم وكنشوفوا واش ممكن اننا نجيبوا لهم مبيعات، ارباح بنفس الميزانيه الاعلانيه. تخيل معايا، من خلال التجربه ديالي لقيت انه بزاف ديال العملاء، بزاف واحد النسبه اللي كبيره، ممكن انه بديك الميزانيه الاعلانيه اللي كينفقوا في الشهر اننا نجيبوا لهم ارباح بلا ما نزيدوا الميزانيه الاعلانيه. فغادي تسولني هنايا سؤال: كيفاش ممكن نديروا هذه القضيه؟ شوف، فهاد الشيء هذا نظمته عن طريق هاد السلايد هادو باش كل شيء يكون واضح ويكون كل المعلومه توصل بطريقه يعني مفهومه وبطريقه بسيطه. لانه ملي كنقولوا انه المشكل ربما ما يكونش في حد ذاته من الاعلان، نجيبوا مثلا ننفقوا واحد $1000 في الاعلانات، ولكن ممكن هذيك $1000 اللي كتجيب لينا مثلا ارباح ديال مثلا نعتبروها مثلا $2000، ممكن بنفس الميزانيه الاعلانيه نجيبوا $3000. اذا هنا شحال اوبتيميزيت $1000 بنفس الميزانيه فقط. يعني براند قبل ما اننا نخدموا معها مثلا كانت كتربح ارباح صافيه على ميزانيه اعلانيه ديال $1000، كتربح مثلا 2000. باش خدمنا معاها درنا لها اوبتيميزاسيون في الارقام ديالها، ولات كتربح 3000، يعني بنفس الميزانيه الاعلانيه. وهنا ماشي المشكل من الاعلانات، هنا غنستنتجوا انه المشكل ماشي من الاعلانات في هذه الحاله. فخلينا نشرحوا بكل بساطه باش تفهموا هذه القضيه هذه، لانه هذا الشيء اللي يجي لقدام. الا كنتي براند متجر الكتروني، عندك يعني واحد الاستمراريه، عندك منتجات واضحه، ومن هنا لقدام ما كتخدمش بهذه الطريقه هذه، فغادي نقدر نقول لك انه هذا الشيء غادي ياثر لك على البيزنس ديالك وعلى الارباح ديالك. فخلينا نشوفوا مثلا حنا درنا واحد الحمله اعلانيه هنايا فيسبوك ادز، كيجيونا واحد العدد ديال الزيارات ترافيك، كيديروا واحد الطلبات الاوردرز ليد. اشنو كنديروا؟ كنمشيو كنديروا تاكيد طلبات توصيل. فملي كنديروا توصيل هنا كتسالي المرحله ديالنا كبزنس موديل كاش اون ديليفري، ياك؟ فقليل ديال البراندات والمتاجر الالكترونيه اللي كتخلي الناس انه يديروا داك ريتنشن، يعاودوا يرجعوا انهم يشريوا من عند الشركه ولا من عند المتجر الالكتروني. قليل الا كنتي يعني براند محترم وكان البرودوي ديالك فعلا كاليتي مزيانه والسيرفيس مزيان. فهنا كما كتبت هنايا نفس الميزانيه تقدر تعطيك ربح اكبر. يعني علاش؟ لانه الهدف هنا ماشي غير طلبات اكثر، ماشي انني نجيب بزاف ديال الليدز، ولكن نربح اكثر من كل عميل. هذا هو ديال المعادله. يعني خصني انني نربح بزاف ديال الفلوس من كل عميل باش يمكن لي انني نربح اكثر بنفس الميزانيه الاعلانيه. هذه هي الطريقه اللي كنديروا مع العملاء ديالنا، لانه هذا الشيء هذا هو اللي كيخلينا ان نزيدوا نربحوا اكثر. فشوف، هنا كيتزاد الربح ديالنا. شوف مثلا كيفاش كنخدموا مع لي براند ومع المتاجر الالكترونيه اللي عندهم يعني ارقام ممتازه، والمشكل اللي عندهم هو انهم باغيين يسكيليو الارقام ديالهم، ولا باغيين انهم يجيبوا ارباح كثيره بنفس الميزانيه الاعلانيه. فخلينا اننا نشرحوا هذه القضيه. لازم يكون عندك اوفر. يعني اوفر، شنو كنعنيو بالاوفر؟ هي شنو غادي يشري العميل، واش هذاك الشيء اللي غادي يشري باين، واش باين الحل اللي كيدير، واش منتوج واضح. ان فوا كندخل لهادي بيج كنفهم هذا المنتوج هذا، اذا خاصك توضح العرض ديالك للعميل باش يفهموا وباش يقتنع وباش ما تجيش واحد الصعوبه في الاختيار. مزيان. هناك ملي كنديروا واحد العرض
هاد العرض هذا كنبنيو عليه واحد الزوايا تسويقيه في الاعلانات، كنصيفطوا الترافيك عادي، كنصيفطوا الترافيك للفانل ديالنا. هنا كيكونوا الاوردرز ديال الكونفرجن، الليدز ولا اشنو كنديروا. كنديروا واحد التقنيات ديال مضاعفه الارباح. يعني كنخليو عميل عوض ما يشري عندنا برودوي اللي داخل على اساسه برودوي رئيسي مثلا ب 300 درهم، كنخليوه كل عميل يخرج عليه عندنا مثلا ب 350 ب 400 درهم. اذا هذا العميل كنا كنجيبوه مثلا ب 5 دولار مثلا بار اكزومبل ياك، باش يشري عندنا، فكان كيشري عندنا القيمه ديالو هي 300 درهم، ولكن فاش درنا واحد التغييرات بسيطه ولا كيشري عندنا ب 400 درهم. فهنا طلعنا الارباح ديالنا. من بعد كيجي الكونفيرماسيون، توصيل، فولو اب. فهنا عاوتاني كندير واحد الفولو اب مع العميل باش نخليو اننا نكسبوا الثقه ديالو، باش انه نخليوه يثيق فينا، باش السمعه ديالنا تطلع في العقل ديالو. وبالتالي هنايا شنو كيدير؟ كيقدم لنا واحد الولاء وكيخليه انه يرجع يشري عندنا وقت ما احتاج شي حاجه في الكاتيجوري اللي كنبيعو، كيرجع يشري عندنا الشهر الاول، الثاني، الخامس، السابع. يعني كنخليوه دائما آه كنخليو ديما الصوره ديالنا في العقل ديالو. هادشي باش كنديرو بالفولو اب. خاصنا نديرو الفولو اب مع الكلاينت ديالنا، وصلوا البرودوي، كيفاش جاك البرودوي، ياك ما فيه شي اشكال، فاش نقدر نعاونك. هذا هو اللي كيتسمى سيرفيس ابري فوند. يعني من بعد ما يشري العميل ديالي كنقدم ليه واحد السيرفيس باش ان نخليه عنده واحد الشعور اللي مزيان، ويحس انه فعلا حنا مهتمين بالامر ديالو. فهنا كما قلت حنا درنا كل مرحله كتقدر ترفع الربح. هادشي هذا كل مرحله درناها اوبتيميزينا فيها كتقدر ترفع الربح ديالنا. الا تصحات مره واحده النتيجه كامله كتطلع مزيان. الهدف هو الربح اكثر من كل عميل. يعني الهدف هو اننا بنفس الميزانيه الاعلانيه، عوض ما نربحوا على كل عميل كمنتج رئيسي اللي كنا كنبيعو ب 250 درهم، نوليو نربحوا 300 400 500 على نفس العميل. وبالتالي هنا نفس الميزانيه الاعلانيه، ولكن الارباح كتبدل، كتغير بناء على السيستم اللي ابليكين على البراند ديالنا ولا على المتجر الالكتروني ديالنا. فإلى حدود هنايا مزيان. نجيو علاش بزاف ديال الناس ما كيربحوش كثر. فشوف، لانه الاغلبيه ديال الناس كيركزوا على على الاعلان. كيركزوا على الاعلان كما قلنا. نعم، يعني اعلانات كيقول انه الا هبطت الكوست فانا مزيان، الا طلعت الكوست انا خاسر. فبالتالي هنا دائما كيبقى مضارب مع الاعلانات. فالا بقيتي مضارب مع الاعلانات ما كتولي انت دائما العقل ديالك مبرمج على انني نجيب التكلفه ديال الاعلان بواحد دولار، جوج دولار، ولكن ما ركزتيش مع الحاجه اللي كتقدر تزيد الربح ديالك. علاش؟ لانه العقليه ديال الناس، تجار في الانترنت ولا بصفه عامه اللي مازال عندهم واحد المشكل في البيزنس ديالهم، دائما كيركزوا مع المصاريف. لا خاصني نهبط المصاريف، لا ما خصش المصاريف يكونوا كثار، لانه الا كانوا المصاريف كثار كيهبطوا لي الارباح. علاش انا ما نركزش مع الارباح، نطلع الارباح؟ علاش دائما كنمشي للبلاصه اللي ما خصنيش انني نركز فيها؟ كنركز انني نقص المصاريف. علاش ما نركز انني ولو تزادوا المصاريف نزيد الارباح ديالي باش ما ياثرش ليا هادشي على المصاريف ديالي ولا على الارباح ديالي؟ فدائما هي مساله آه عقليه. كيفاش كتشوف الارقام ديالك؟ واش كتشوف انك تربح اكثر ولا انك تربح قل وتهبط المصاريف؟ راه هي مساله كبيره. باش ما بغيتي تربح بزاف، باش ما خصك انك تصرف بزاف. راه الا كنتي مثلا كتصرف مليون وكتربح جوج المليون، راه عادي انني نصرف مثلا 10 المليون ونربح 15 مليون، ولو تزادوا المصاريف، ولكن راه تزادوا الارباح اكثر من الاول. يعني بحال هكا خصني انني نفكر في البيزنس ديالي. فكما درنا هنايا النظام القديم هو فيسبوك ادز، الكوست بير اكشن كيركز مع المبيعه وشحال ربحت على كل مبيعه، كل دولار نفقتو شحال ربحت عليه، وكيشوف البيدجي. كما درنا هنايا الى طلع السي بي ال، الكوست بير اكشن، ثمن تكلفه المبيعه، كيبداو المشاكل. كيبدل الكرياسيف، يبدل الحمله الاعلانيه، يبدل كل شيء باش انه يلقى هذيك الكوست اللي مربحه. وبالتالي هنا كيطيح في المشكل اللي ذكرنا دابا ديال العقليه دائما كيركز مع المصاريف، ما كيركزش مع الارباح. عكس النظام اللي كنخدموه ديال
براند سكيل سيستم، السيرفيس ديالنا ولا البروغرام ديالنا اللي كنخدموا مع لي براند، هو انه كنخدموا على اوفر، كنخليهم انه يكون عندهم اوفر واضح على البراند ديالهم. هاد الشيء هذا كيخلي الكونفرجن طلع عندنا، يعني كنجيبوا بزاف ديال المبيعات مقارنه مع من قبل، ولا مقارنه مع براند اخرى، ولا مقارنه مع منافسين، ولا مقارنه مع متاجر الكترونيه اخرى عندها سيستم قديم اللي هو هذا تقليدي. هاد الشيء كيخلينا اننا ندير واحد التقنيات ديال مضاعفه الارباح. عوض ما كان العميل كيدخل كيشري عندنا برودوي مثلا، اوردر مثلا كتطلع ب 250 درهم 300 درهم، فاحنا كنخليوها ب 400، كنخليوها ب 500. فهنا كنطلعوا الا او في اللي هو التكلفه ديال قيمه المبيع المعدل افريج اوردر فاليو. هنا كندوزو للكونفيرماسيون. في الكونفيرماسيون كاين عندنا واحد لي سكريبت اللي كنعطيهم للكلاينت ديالنا باش انهم يزيدوا يطلعوا حتى في الكونفيرماسيون، يزيدوا يطلعوا الا او في، ولا انهم يزيدوا الاوردر الافريج ديالو ولا القيمه ديال المبيعات طلع. فبالتالي هنا كنبروفيتي الماكسيموم بوسيبل في الناس، في الداتا اللي عندي، عوض ما نمشي نبقى كنتقاتل انني نهبط الكوست. فنفس هذيك الكوست، نفس هذيك الميزانيه الاعلانيه ديك 300 دولار مثلا اللي جبت ليها العدد ديال العملاء، نخليها تكون كتربحني اكثر من قبل. يعني هنا كندخل نبروفيتي في الليدز، ماشي في الميزانيه خصني نهبطها، لانه الاعلانات غير ما غاديين وكيطلعوا، ما غاديش تقدر انك تقول لا راه خصني نهبط الاعلانات. الاعلانات غاديين وكيطلعوا باش ما كتسكيلي وباش ما الاعلانات كيطلعوا. هذه قاعده مزيان. هنايا قلنا اننا خصنا نقادوا المسار البيعي ديالنا، وباش اننا نخليو يعني المبيعات انها نبروفيتيو فيها الماكسيموم. هادشي اللي كنديروا في براند سكيل سيستم مع العملاء ديالنا. حنا كنتكلفوا لهم بالاعلانات باش ما نخليوش انهم يبقاو مبرزطين راسهم مع الكوست بير اكشن هابطه لا طالعه، لا هاد الارقام ما فهمتش، لا علاش هادي، لا علاش هادي. خص الاعلانات، الروينه ديال الاعلانات كامله حنا اللي كنتحملوها. فحنا اللي كنديروا لك اعلانات بطريقه بروفيسيونيل، يعني بواحد لا ستركتور اللي مزيانه، يعني بواحد الهيكله اللي صحيحه، اللي مادابطيه خصيصا للبيزنس ديالك. ماشي كنعطيوك واحد الحاجه اللي قاعده كنعطيوها لاي لا، كيتدرس البيزنس ديالك، كنشوفوا شنو هي الطريقه الصحيحه اللي غادي نقدروا نديروا بها اعلانات للبيزنس ديالك باش اننا نجيبوا نتائج مزيانه. فكيكون عندك واحد الهيكله في الاعلانات مخصصه للبيزنس ديالك. فكنتعاملوا مع العملاء ديالنا، ولكن هذه كمعلومه. وهذا الشيء اللي كنقولوا دابا خذوا كافكار ممكن انك تابليكي في البيزنس ديالك. اللي كيهم هو انك تخرج بواحد الفاليو، بواحد القيمه اللي تحولها الارباح وتعود عليك بالنفع في البيزنس ديالك. فمزيان. فهنا غادي نشوفوا فين تقدر انك تزيد الربح بنفس الميزانيه، يعني بنفس الميزانيه الاعلانيه ديالك. لكن انت مثلا كتنفق 300 دولار كما قلنا وكتربح مثلا 500 دولار ارباح صافيه، بغيناك انك بديك 300 دولار تربح مثلا 700 دولار، تربح 1000 دولار. يعني كنتي واحد 5000 درهم ولا 10000 درهم مثلا كانت كتمشي لك غير هكاك بنفس الميزانيه. يعني بغيناك انك تستافد وانك تخليك تبروفيتي الماكسيموم بوسيبل في الداتا ديالك وتربح اكثر بنفس الميزانيه الاعلانيه. فاكيد هذا الشيء مهم بزاف. كنا هنايا كنرفعوا الكونفرجن نسبه، يعني بزاف ديال الناس دخلوا للمتجر الالكتروني ديالنا كنخليو الكونفرجن يطلع. علاش؟ لانه عندنا اوفر باين، وعندنا البرودوي ديالنا معروض بطريقه صحيحه. كنرفعوا الا او في الافريج اوردر فاليو. ملي كيدخل الكلاينت ما كنخليوش انه يشري برودوي واحد، بقاو يشري جوج ثلاثه. كاينين واحد التقنيات اللي كنخليهم انه يشري، ماشي مهم انه يشري واحد جوج ثلاثه، ولكن كنخليوه انه عوض ما باش نفهموا الفكره، عوض ما يشري ندخلوه البرودوي ولا لاندين بيج اللي فيها 250 درهم كنخليو انه يخرج شاري ب 300، شاري ب 400، شاري ب 500. لما لا؟ فهذا الشيء اللي كنقصدوا بالا او في. تحسين تاكيد طلبات. فهنايا خصنا اننا يكون عندنا واحد سكريبت بيعي او سكريبت كيخلينا اننا نكونفيرميو ولا نطلعوا نوطو دو كونفيرماسيون. لانه لوطو دو كونفيرماسيون الا طلع عندنا اوتوماتيكمون لوطو دو ليفريزون غتزاد واحد النسبه، اوتوماتيكمون الارباح ديالنا غيتزادوا. اذا اي حاجه اوبتيميزينا فيها كتعني الارباح هنا. وهذه حتى هي مهمه بزاف كتكون في الاوفر ديالنا ديال البراند سكيل سيستم ككوتشين لي براند والمتاجر الالكترونيه اللي عندها فعلا ارباح
كتفكر انها تضاعف الارباح ديالك، كنعطيوهم كوتشين يعني بناء على البيزنس ديالك. ف لانه الاوفر ديالنا ديال براند سكيل سيستم عباره عن دون فور يو، اعلانات كنديروهم حنا بطريقه مهيكله مجربه واحترافيه، بالاضافه الى مع كوتشين كيكون عندك واتساب ديالنا، كتقدر انك دير معنا اجتماع في اي وقت بغيتي باش اننا نقول لك دير هادي، ما ديرش هادي، نقص هادي، حيد هادي، فيما يخص المسار البيعي. اما فيما يخص الاعلانات فما تضربش الحساب لهذا الشيء هذا. فمزيان هنا كما قلنا الفولو اب هو انك خاصك من بعد ما يدخل عندك الكليان وشرا دير معاه واحد الفولو اب. شنو لوبجيكتيف من هذا الفولو اب؟ هو انك تخليه يرجع عندك مره جوج ثلاثه. مثلا البرودوي ديالك شراه في شهر جوج، شهر ثلاثه يرجع عندك يشري عندك شي حاجه اخرى، شهر ربعه شهر خمسه يرجع عندك، شهر سبعه الا جمعنا مثلا هاد المشتريات ديال هاد العامل وحسبناهم غنلقاو مثلا خارج عندنا بواحد 1500 2000 درهم. هنا فين خاصك تلعب، هنا فين خاصك انك فعلا انك تركز وتبني نظام اللي غيقدر يخليك تبروفيتي الماكسيموم بوسيبل في الكلاينت ديالك. اما التكلفه ديال المبيعات فراه كنجيبو غير مره، انت من بعد شنو درتي معاه، اشنو خدمتي معاه، شنو الفاليو اللي عطيتيه، كيفاش قدرتي انك تخليه عاود يرجع عندك مره جوج ثلاثه، كيفاش قدرتي انك تخدم من طريقه تقليديه ديال انك تدخل عميل يشري عندك برودوي في النظام القديم 250 درهم ومشى بحاله، لانك تخليه على مده 6 شهور على مده عام يعود يشري عندك بزاف ديال المرات، وبالتالي طلع القيمه ديالو من هذيك 300 درهم ل 700 ل 1000 ل 2000. فهكا كيخدموا البراند، وهذا الشيء هو اللي جاي الا ما كنتيش كتخدم بهذه الطريقه هذه. وهذا الشيء هو اللي خلى اصلا اننا يعني اننا نقدموا هذا البروغرام ديال براند سكيل سيستم. مزيان كما قلنا هنا نفس الميزانيه الاعلانيه نتيجتين مختلفتين. فشوف معايا هنايا في الحاله ميزانيه الاعلانات مثلا $1000. الى هنايا عندك مثلا كيدخل نفس العميل كيشري نفس البرودوي بنفس الثمن 250 درهم، مثلا تاكيد طلبيات 65، توصيل مثلا 55، فهنا اكيد الربح غيكون ضعيف. ولكن تخيل معايا في الخطه بي ولا في الحاله بي اللي فيها سيستم نفس الميزانيه الاعلانيه $1000، كنخليو انه عامل عوض ما يشري عندنا 250 درهم كنخليو نطلعوا القيمه ديالو 320 ممكن 400 ممكن على حسب باش ما زدتي باش ما احسن. كنديروا واحد لوبتيميزاسيون واحد السكريبت كيكون في الكونفيرماسيون، كنديروا واحد الفولو اب يعني كنخليو فولو اب. اكيد الناس اللي كيكونوا معانا براند سكيل سيستم كيكون عندهم سكريبتات كوتشين ممكن انك تابليكيه في البيزنس ديالك باش انك تطلع توصيل، وبالتالي هنا ربح اعلى. شفتوا اللي بغيت نوريكم الشباب هو انه راه بنفس سواء شباب شابات يعني اي انسان كيشاهد هذا الفيديو هذا فراه مقصود. فالوبجيكتيف هو اننا نطلعوا الربح. وانا هذا المصطلح انا اخترعته، ما كاينش في الانترنت كاع، ما كيهضر عليه حتى واحد، انا اخترعته لراسي. هو خصنا نخدموا نركزوا على البروفيت بير كاستمرز، هي اننا خاصنا نركزوا على الربح مقابل كل عميل. هذا الشيء اللي خصك تركز عليه، هو اللي كيخليك مابقاش ضارب مع الاعلانات، ماشي الكوست بير ليد تكلفه المبيع. الا طلعت لك تكلفه المبيع شنو غنديروا؟ صافي غنسكتوا البيزنس. الا طلعوا الاعلانات صافي غنوقفوا البيزنس، غادي نديروا فايت. لا، خاصنا نعرفوا كيفاش ان بهذيك التكلفه بهذوك التكاليف نطلعوا الارباح ديالنا. فإلا بغينا نربحوا راه خصنا نزيدوا الثمن، ما خصناش نعتمدوا دائما على الاعلانات. مزيان اننا نوبتيميزيو في الاعلانات، مزيان اننا نردوا البال الاعلانات، مزيان اننا نديروا كرياتيف جداد، مزيان انه يكون الميساج ديالنا واضح، مزيان اننا دائما نكونوا على يعني درايه وعلى يعني اننا نبقاو كنحسنوا بالاعلانات ديالنا. هادشي مزيان. ولكن تخيل معايا لو انك كدير هاد الشيء هذا وفي نفس الوقت مابليكيه على هاد السيستم، فاكيد الارباح ديالك غيتضاعفوا، فاكيد 100% الارباح ديالك غادي يتضاعفوا. فكما قلنا هذا هو القضيه اللي بغيت انه يرسخوها البراندات والمتاجر الالكترونيه في دماغهم، وانهم يخدموا ما بقاوش يركزوا على الاعلانات. فالاعلانات خاصك انك تركز على انك تربح اكثر من نفس العملاء اللي كيدخلوا عندك. فانا غادي نقول لك انك تقدر انك تربح اكثر
من اللي كتربح دابا وبنفس الميزانيه الإعلانيه. يعني مزيان هنايا باش انك تربح، باش تزيد الربح ديالك بنفس الميزانيه، بدا بهاد 3 خطوات. هي انك قيس المراحل. الا او في ديالك طلعوا، يعني القيمه ديال المبيع عوض ما يدخل على 200 درهم طلع على 250، طلع على 300. حسن العرض ديالك باش تكون الكونفرجن ريت طالعه. دير واحد لوبتيميزاسيون في الكونفيرماسيون وفي التوصيل باش تخلي عندك واحد الربح اللي كيكون طالع. يعني هنايا صلح اضعف حلقه، بلا ما تبدا تبدل كلشي يعني دفعه واحده، ماشي تبقى تبدل كلشي دقه واحده. شوف فين هي ستيب اللي فيها البلوكاج واللي كتاثر لك على الارباح ديالك وصلحها، وهنا غادي تزادوا لك الارباح ديالك. عاده ممكن اننا نجيو وندخلوا لهاد المعمعه ديال الادز وهاد الامور هادو اللي هي انك كتزيد في الميزانيه الاعلانيه، لانه امتى غنزيد؟ راه ما يمكنش، ماشي لوجيك، ماشي منطقي انني نزيد الميزانيه الاعلانيه ولكن مازال ما صلحتش المسار البيعي ديالي. الكونفرجن ريت عندي هابطه، لو طو دو كونفيرماسيون هابط، لو طو دو ليفريزون هابط. يعني انا الا زدت الميزانيه الاعلانيه غادي غنسكيلي الخساره ديالي. المنطق هو انني اوبتيميزي، يكون عندي عرض مزيان، يكون عندي او في مزيان، يكون عندي كونفرجن ريت مزيانه، يكون عندي نسبه توصيل، نسبه تاكيد الطلبيات مزيانه، يكون عندي نسبه توصيل مزيانه. فتخيل معايا الا كان عندك هذا الشيء شنو غيوقع ملي غتزيد الميزانيه. الميزانيه هي فقط مساله جذب، مساله جذب ناس مهتمين. فمني كنجذب بزاف ديال الناس وكندخلهم البروسيس ديالي، شنو كيوقع؟ كيتفرقعوا الارباح، الارقام ديالي كيتضاعفوا. ف يعني فالاعلانات هي مساله يعني ما بعد ما نصلح المسار البيعي ديالي. ف يعني الا وصلتي هنايا ممكن انك، ماشي ممكن ولكن كنقول لك انك برافو عليك. هذا الشيء كيعني انك فعلا يعني بغيتي انك يعني تطور من البيزنس ديالك، تطور من البراند ديالك، وتخليك انك تضاعف الارباح ديالك وتسكيلي. وهذا هو اللي كيخلي بزاف ديال الناس يخدموا. لانه الا كنتي كتخدم وكتبقى تدور غير بلاصتك 6 شهور الاولى، الثانيه، العام الاول، العام الثاني، وكتشوف راسك ما كاينينش الارباح اللي كتوقع، وهذاك السكيلين اللي بغيتي تسكيليه في راسك، مثلا انك دير بزاف ديال لي كوموند ومع انك دير بزاف ديال الارباح باش هادشي يبان لك في حياتك، ماشي غتبقى غير خدام كموظف. ففعلا خاصك انك دير واحد الانتقاله اللي نوعيه. وهذه الانتقاليه بعض المرات الانتقاله من واحد الليفل لواحد الليفل اخر ما كتحتاجش تبقى دير بزاف ديال الخدمه، لا، كتحتاج فقط انك تبدل البروسيس ديالك. لانه الا كنت مثلا كندير واحد الخطه ولا كنت كندير واحد طريقه عمل 6 شهور الاولى، الثانيه، العام الاول الثاني، ونفس الارباح، راه ما كيعني ان البروسيس ما خدامش او السيستيم ما خدامش. فاللي خصك دير هو انك فقط تاكتيفي في العقل ديالك انه كاينين براندات خدامين بسيستيم اخر، فبالتالي كيفاش يمكن لي انني ندوز للنكست ليفل؟ هو انني خاصني نبدل السيستيم. فمني واحد الحاجه ما كتخدمش ليا كندير بزاف ديال المجهود، ونفس المجهود شهر على شهر على شهرين على 3 شهور على عام عامين، وكنلقى الارباح ديالي مستقره. اذا شنو هو؟ انك خاصك تبدل شي حاجه في الخطه ديالك، خاصك تبدل. وانطلاقا من التجربه ديالي اللي خاصك تبدل هو السيستيم ديالك. فكما قلنا هنايا براند سكيل سيستيم هو هادشي اللي كنديرو مع العملاء ديالنا. فالا كنتي هادشي تقدر ديرو من راسك فمزيان. كنتي كتشوف راسك انك بغيتي توفر وقت، بغيتي توفر جهد، بغيتي توفر ميزانيه ديال التيست باش انك تكتشف شنو هي الحاجه اللي خدامه لك عن طريق يعني امور مجربه، فمرحبا بك. تقدر انك تلقى اللين ديال البروغرام ديالنا في الديسكريبسيون، كليكي عليه وشوف تمايا المعلومات اللي غتقدر انك دخل واحد المعلومات تمايا، ومرحبا بك. ممكن اننا يعني نديروا معك واحد الاوديت، واحد التحليل البيزنس ديالك كيكون مجاني. ممكن انك تحجز واحد المكالمه ونهضروا فيها ونشوفوا البيزنس ديالك واش ممكن اننا نعاونوك، واش ممكن اننا نخدموا معاك انك تضاعف الارباح ديالك، ولا انك تسكيل البيزنس ديالك. لانه ما كنخدموش مع كل شيء، ما كنخدموش مع كل شيء، كنخدموا مع الناس اللي ممكن كنشوفوا انهم ممكن انهم يضاعفوا الارباح ديالهم. فلهذا اللي كتشوف راسك انك مهتم، بغيتي توفر وقت، بغيتي انك توفر جهد، بغيتي انك تقتصد ولا تختصر الطريق ديالك، فمرحبا دخل ليان، قدم سميتو المعلومات ديالك باش نشوف واش البيزنس ديالك يعني ممكن اننا نخدموا معاه.
وفقط غير باش للتذكير، لأنه في العرض ديالنا كنخدموا يعني الوقت ديالي كنعطيها لك يعني 100%، كنبقى مركّز معاك، كنبقى نحلّل معاك، ما نقدروش أننا نخدموا مع بزاف ديال العملاء مع الأسف. فقط يعني 5 ديال البراندات متاجر إلكترونية نقدروا أننا نخدموا معاهم. فإلا كنتي كتشوف راسك من بين هاد البراندات اللي عندهم هاد المشكل هذا وباغيين أنهم يحسّنوا الأرباح ديالهم، يوسّعوا التجارة ديالهم، فممكن أنك تدخل وتسجّل ونديروا واحد المكالمة اللي مجانية ونشوفوا فين عندك المشكل في الbusiness ديالك، ونشوفوا فاش نقدروا أننا نعاونوك. فكان معكم أخوكم محسن الأبيض، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.